لكل الناس اللي بتقول ان الدوري ده مش موجه، تعالى وانا اوريك ازاي الدوري موجه وكله باللقطات عشان تحط الفيديو ده في وش اي حد يقولك الاهلي خاف وانسحب. دي اول لقطه لمباراه الزمالك وبيراميدز. حد يقدر يقول لي ايد الونش فوق بتعمل ايه؟ وما تقوليش جاي من زميله، لان الوضع التشريحي للاعب بيقول ان ايده لا يمكن تكون هنا. طيب بص بقى، دي كده دي من مباراه الزمالك وفاركو. حد يقدر يقول لي صبحي بيعمل ايه؟ طب حد شاف البوكس ده رايح فين؟ طبعا كلنا شفنا البوكس رايح فين الا الحكم، صح؟ طيب دي لقطة تانية من نفس المباراة وبرضه ضربة جزاء واضحة وصريحة، كل الناس شافتها الا الحكام. انا سامعك وانت بتقول عادي اخطاء كورة. طيب تعالى بقى نشوف اللي بعده. دي بقى لقطة من مباراة الزمالك وبروكسي. بص كده، كل الناس قالت انها ضربة جزاء. شايف الشدة عاملة ازاي؟ شايف كل الناس شافت الا الحكم. طب بص اللقطة التانية دي، هوب برضه ولا اي حاجه. قال ايه اللاعب ما لمسوش؟ شفت الحكم؟ طيب بص بقى، دي خبطت في ايد اللاعب واتحسبت ضربه جزاء في الوقت اللي دي ما اتحسبتش ضربه جزاء. وبالمناسبه الاتنين في مباراه واحده، دي خبطت في الارض وجت في ايد اللاعب، ودي خبطت في الارض وجت في ايد اللاعب، لكن واحده اتحسبت والتانيه ما اتحسبتش، وطبعا عارفين كلنا ما اتحسبتش ليه. طب بص بقى نصح يا فهلاوي اللي بتفهم، دي على مصطفى العش في ماتش الاهلي وغزل المحله. اللعيب رايح انفراد، اللعيب اعاقه اتطرد، ودي طرد صريح. انا معاك، المفروض مصطفى العش يطرد، انا معاك وده طبيعي ان هو يطرد. بص بقى، دي اختها نفس الطريقه في مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا. بص حسام عبد المجيد عمل ايه، لكن في النهايه حسام عبد المجيد خد انذار فقط في مباراه زي دي. وبص شد واللعيب رايح انفراد من نص الملعب. طب بص بقى، دي برضه في مباراه الزمالك وانبي، لا جت في ايد اللاعب ولا اللاعب لمسها بايده ولا حصل اي حاجه، ومع ذلك اتحسبت ضربه جزاء. طب بص دي ضرب من غير كوره وبرضه مفيش اي حاجه. طب بص دي تدخل قوي جدا على رجل اللاعب، دي طرد صريح، الفار يتدخل طرد. بص بقى، دي اللعيب خد فيها انذار، انت متخيل؟ والاتنين في نفس المباراه. المشكله ان اللقطات في نفس المباراه ونفس الحكم ونفس اللقطه تقريبا، ولكن القرارات مختلفه. هنا للزمالك ما ادالوش اي حاجه خالص ولا حتى حسبها فاول، في الوقت اللي خد لاعب زد انذار على نفس الكره تقريبا. تعالوا نشوف مباراه تانية. بص بقى، دي كوره اخت الكوره اللي فاتت. بص تدخل قوي جدا جدا. الكوره اللي زي دي بنشوفها في كل بطولات اوروبا، اللعيب بيطرد مجرد ما الفار بيرجع بيطرد. هنا الفار رجع وما ادالوش اي حاجه خالص. انا مش فاهم ازاي شفتوها ازاي، يعني شفتوها بأني عين؟ لا اللاعب لمس الكوره ولا عمل اي حاجه. طب بص دي برضو في وجود فار، انت شايف زقه صريحه اللي فوق في المدرجات يشوفها. بص الزقه، شايف اللاعب لا طلع لمس الكوره ولا عمل اي حاجه ولا حتى البوزيشن بتاعه بيقولوا ان هو داخل يلعب الكوره. بص هو داخل يعمل ايه، شايف ايده مفروده ازاي، شايف الزقه، ومع ذلك ما اتحسبتش. طب بص دي بقى يا بتاع الدوري مش موجه. بص على الوضع التشريحي لعلي جبر لاعب بيراميدز. بص الكوره متشاطه اهي وعلي جبر واقف ايده بايه قدام بطنه. بص عمل ايده ازاي، فرد ايده كبر جسمه، ضربة جزاء صريحة 100%. اتحسبت؟ لا ما اتحسبتش. شوف اللي بعده. بص بقى، هنا الثلاث حالات بنفس الطريقة وكل واحدة فيهم اتحسبت بحاجة شكل. دي ما اتحسبتش فاول بتاعت اسامة ابو علي، ودي ما اتحسبتش فاول، اما دي اتحسبت ضربة جزاء. انت متخيل؟ دي تتحسب ضربة جزاء، وبتاعت اسامة ابو علي دي ما تتحسبش ضربة جزاء، ولا بتاعت اكرم دي. ازاي ما تعرفش؟ هنا العدالة مختلفة والقرارات مختلفة من كل الحكام. فلما تيجي تقول لي الدوري مش موجه، احب اقول لك تصبح على خير.